روح خوانيتو، عبارة ترددها الصحافة المدريدية كلما تأخر الريال ذهابا في مباراة مصيرية. خوانيتو إذن رمز للريمونتادا أو التدارك. بدأ خوان غوميز غونساليس مسيرته الكروية مع فريق مدينته الأم فوينخيرولا عام 72، ارتدى قميص أتلتيكو مدريد ومنه انتقل إلى بورغوس حتى 77. في هذا العام دخل خوانيتو قلعة ريال مدريد، سرعان ما غدا رمزا هناك، ففي أولى مبارياته مع الريال قدم أداء استثنائيا دفع فريقه إلى الفوز على برشلونة في الكامب نو. حصد في ذلك الموسم جائزة دون بالون لتبدأ مسيرة التألق مع الريال ومنتخب إسبانيا. فاز خوانيتو مع النادي الملكي ب10 ألقاب، 5 منها في الليغا ولقبان أوروبيان وآخران في كأس الملك ولقب في كأس الرابطة، كما فاز بجائزة البيتشيتشي عام 84. يرتبط اسم هذا الجناح بتداركات الريال التاريخية. 10 سنوات مع القلعة البيضاء حفر فيها هذا اللاعب ذكريات لا تنسى. عام 87 انتقل إلى مالاغا ثم خاين ثم عاد إلى مسقط رأسه فوينخيرولا. في 2 أبريل عام 92 عاد خوانيتو من مشاهدة مباراة لفريقه المحبوب ريال مدريد، وفي طريقه تعرض لحادث سير أودى بحياته. إنها الذكرى 25 لرحيله، والأكيد أنها لن تمر مرور الكرام. تقول هذه اللافتة العملاقة: لن ننساك. في كل مباراة للريال وعند الدقيقة 7 تهتف جماهير الملكي باسم هذا اللاعب الذي حمل الرقم 7. إنه خوانيتو الأعجوبة.